ليه كونسستنسي ستريك 1000 يوم، يعني انا لو رجعت بالزمن 1000 يوم ورا كان كل يوم بصحى بحاول احل مساله واحده بس، مساله واحده بس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لهم ده كلام كثير منقطع، انا بدل ما افضل ابحث 9 ساعات 10 ساعات واوقف بعدها، لا انا هي كل يوم نص ساعه بس هتفرق معايا، وده اللي انا بعمله. حتى لما لقيت ان بعد 800 يوم الناس ابتدت تكلمني كتير على المساله نفسها، ابتديت ان انا اقطع وقت من يومي وابتديت اشير على اليوتيوب، فبقيت ان انا الناس كل يوم الصبح بقوم بعد صلاه الفجر احنا عايزين نذاكر ايه؟ مساله عشان الناس ابتدت تستفيد. بغض النظر مين اتفرج على الفيديو ومين ما اتفرجش على الفيديو، ما كانش ده هدفي، ما كانش هدفي ان انا ابقى يوتيوبر، هو الهدف ايه؟ ان انا عايز افيد الناس اللي حواليا على الاقل اللي في المنطقه اللي معايا ان هم يتعاملوا من الاستاذ بتاعي، ولما بلاقي ان الناس فعلا بتتفاعل مع ده وتطور من نفسها، ابتدت الناس تحب ده وابتدت الناس بعد كده تكلمني طب هم عايزين تريننج، طب هم مش عارف عايزين كذا، طب هم عايزين كذا، وهكذا. فبالتالي ما تعملش حاجه وتستنى انت نتيجه بحد ذاتها، انت حابب تبقى عندك هدف انت مستني له نتيجه، ولكن انت بتعمل ده عشان تطور من نفسك في الاول وفي الاخر. انت بتعمل ده عشان حابب تشيل النولج بتاعتك، حابب ده عشان انت مطالب ان انت تعمل ده، فصدقني ربنا هيكرمك على ده. فايا يكن هدفك فين، انت عايز تروح فين، اعرف انت فين قبل ما تمسك المسدس وتضرب الطلقه، انت لازم تبقى عارف ايه الجول بتاعك فين. فانا عندي الجول هنا، فانا خلاص دلوقتي خططت عملت بلان صح، اقسمها على الايام بتاعتي، اقرا لنفسي ورقتي مع نفسي، خليني في ورقتي لحد ما اوصل للجول بتاعي. غير كده صدقني انت تبقى بتضيع نفسك، بتضيع وقتك، بتضيع مجهودك، او ماشي في طريق غلط.